وغير كنقولوا رمضان كنقولوا المعسلات ديال رمضان. واليوم جيت نشارك معكم الوصفه ديالي اللي معتمداها سنين هذه ديال العسل. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي عاقد وخاتر، غينجح معكم من اول تجربه. واخا تكوني مبتدئه وعمرك ما جربتي العسل ديال الدار، غتجربيه غينجح معك من اول تجربه. شوفوا معايا ما شاء الله غير اللون ديالو كيفاش داير، الطريقه اللي هي سهله بزاف، غينجح معك بزاف المعسلات ديالك سواء شباكيه سواء معسله واحده اخرى. يلا معايا نوريكم الطريقه، وما تنساوش خليوا لي لايك باش تدعموني. اذا بسم الله على بركه الله. انا هنا غادي ناخذ قالب ديال السكر. القالب كيوزن 2 كيلو. ممكن ديروا سكر سنيده دايبه، انا كنفضل القالب لانه كيعطي واحد النتيجه اللي هي احسن، كيبقى لكم الاختيار. المهم خديت هذا القالب ديال السكر. انا شحال هذه كنت كناخذ القالب السكر كنخليها كمكمول وكنديرو في الطنجره اللي غنطيبو، كنخوي عليه الماء حتى كيطلق. كان كياخذ ليا وقت اللي هو طويل، خاصو يعني اما ديروه ليله كامله اما نهار كامل عادي يذوب. دابا قررت نهرسو بهذا الشكل هكا باش دغيا يذوب لينا. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار، انا حيت مزروبه هرستو. المهم ما تديوش على الطريقه ديال التهريس ديالي حيت راني عطيت الدق ديال بصح ما كنعرفش نهرس قالب السكر. المهم حاولوا تهرسوا طريفات ليه ماشي شويه صغارين وصافي. غتاخذوا ديك الطنجره ولا المهم اللي غادي طيبوا فيها. انا ما كنطيبوش في الكوكوط، كنطيبو غير في الطنجره عاديه. صافي غادي ندير داك السكر، غادي نزيد عليه الماء. بالنسبه للماء عندنا يطرو ديال الماء في قالب ديال السكر، يطرو ديال الماء معبور لا اقل ولا اكثر. ها انتم عبرتوا في قرعه، ها نتوما يطرو نيشان. صافي غادي نخويه على داك السكر ونخليه حتى كيذوب لينا مزيان. المهم ضروري تبقاو تحركوه مره مره. غطيوه وتخليوه. المهم انا خليته هنايا واحد 4 ديال السوايع هكاك بين ما داب ليا، واخا راه ما دابش كامل ولكن المهم الطروفه الكبارين كلهم دابوا. هانتوما كنت كنغطيه وكنمشي نقضي شغالاتي ومن بعد كنعاود نرجع نحركو باش الطروفه اللي لتحت يذوبوا. صافي من بعد ما داب لينا الكميه الكبيره بقاو لي غير دوك الطروفات الكبار. صافي ماشي مشكل. خديت هنايا واحد الحامضه اللي قطعتها هكا دواور، وخديت واحد العود ديال القرفه. ممكن تنكهوا ديروا واحد الثوب وديروا فيه شي شويه ديال الحبوبات حتى هو كيعطي واحد اللون، ولكن انا ما بغيتش ديك النسمه ديالو، حتى هو كيجي مزيان. هو انا ما بغيتش نديرو في هذه الوصفه هذه. صافي درت داك الطروفه ديال الحامض اللي مقطعين. الحامض هو باش كنعرفوا داك الحامض، باش كنعرفوا العسل واش طابت لينا ولا لا من كيتعسل لينا الحامض. المهم العافيه كتكون مجهده في الاول، غير كيبدا يغلى كتنقصوا العافيه، كتخليو العافيه مهيله. ضروري تخليو العافيه مهيله باش ما كيتحرقش وكيطيب على خاطرو. وبالنسبه للوقت فحسبوا له ساعه ديال المكانه. ملي كيبدا يغلي ساعه ديال المكانه محسوبه نيشان. صافي ها نتوما هنايا من كيغلي داك الحامض راه كيبدا كيشد لينا داك اللون وكيتعسل. الحامض هو به باش كنعرفوا واش العسل طايب ولا لا. من كيولي معسل مزيان وكاراميليزي ديك الساعات كنكون عارفه بان صافي العسل واجده، غير نطفي عليها. هانتوما ندير معكم دابا واحد التجربه. شوفوا معايا دابا راه كيبان معسل ولكن ماشي معسل بزاف، مازال خصو شي شويه الوقت. المهم غادي نردها نخليها تزيد تغلى مزيان بين ما تكمل ليا الوقيته ديال ساعه المكانه. وصافي من بعد غادي نطفي عليها. هو راه من كيبرد كيزيد يقصاح وكيزيد يشد راسو. من بعد ما كدوز ديك الساعه ديال المكانه صافي كنحيد داك الحامض كامل وكنحيد ديك العود ديال القرفه وكنخليها حتى كتبرد مزيان. ضروري ما تبغيو تخدموا بها تكونوا دوزتوا واحد اليومين ولا 3 ايام من قبل، توجدوها من قبل عاد باش كتخدموا بها. هذه انا غير ليله وحده خليتها، ليله وحده طيبتها في العشيه باتت في الليل. هنا في الصباح بغيت نوريكم كيفاش ولات. ها نتوما داك الحامض كيفاش كيكون اللون ديالو معسل باش كتعرفوه راه طايبه مزيان. كيف قلت لكم هنايا راه كنت طيبتها في العشيه، ها هو باتت ليله وحده في الصباح ها هي راها عقادت واللون ديالها تبدل. ومازال نزيدها واحد اليومين هكاك غادي نلقاها عقادت اكثر واللون ديالها تبدل ليها اكثر. وهانتوما من بعد ما دوزات ليا يومين عقادت وتبدل اللون ديالها. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. هاد الوصفه راني معتمداها سنين وما عمرها حشماتني. كيجي عاقد، غينجح معكم بزاف وكيبقى شاد في المعسلات ديالكم. كنتمنى عجبتكم هاد الوصفه. تخليوا لي لايك ديالكم باش تدعموني نحط لكم وصفات اكثر. وبسلام عليكم.